السلام عليكم، عاملين ايه؟ وحشتوني كتير. في البداية ما ننساش الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. هنعمل مع بعض ايه النهاردة؟ مش هنعمل وصفة، هنعمل النهاردة روتين خفيف ولذيذ كده للمطبخ بإذن الله. يلا تشجعي بقى كده واتفرجي على الفيديو وقومي شوفي ايه اللي وراكي واعمليه وما تكسليش خالص. وبإذن الله ربنا هيعينك ويقويكي إن شاء الله. وهنغسل مع بعض البوتاجاز ونغسل المواعين وهنعمل وصفة طبق بطاطا، وكمان هنزل أجيب مشتريات الأسبوع بإذن الله معاكم. أول حاجة هبدأ اللي أنا أنقع البطاطا لغاية ما أغسل البوتاجاز بطريقة سهلة خالص. هحطها كده في طبق بلاستيك، طبعا دي كانت عندي فقلت اعملها كده وانا بعمل الروتين علشان ندفي بقى الولاد كده بعد ما نخلص اللي ورانا. وبعد كده هبدأ اقول انا هحط عليها مية واركنها على جنب لغاية ما اغسل البوتاجاز، وهنشوف هنعمل مع بعض ايه تاني فيها ان شاء الله بإذن الله. هبدأ اشيل الحوامل والعيون كده، وابدأ اجيب الفوطة وامسح اي حاجة على البوتاجاز علشان طبعا ما نوسخش الاسبونشة اللي معانا، ويبقى بنعمل على نظافة. طبعا لو انتي لسه عروسة جديدة تقدري ان انت تحافظي على بوتاجازك زي ما احنا شايفين مع بعض كده، ومع بعض هنتعلم كل حاجة ان شاء الله. كل حاجة هتبقى سهلة وسريعة علينا خالص، بس خليكي معايا وحطي الاشتراك واللايك يا غالية والكومنت جميل زيك عشان يوصلك مني ان شاء الله كل جديد. معايا هنا شوية من البريل، وحط عليهم عصرة ليمونة كاملة، ومعلقتين من الخل. بجد جميل جدا في غسيل البوتاجاز وبيديكي لمعة جميلة جدا من غير بقى مواد كيماوية ولا اي حاجة. بس طبعا اهم حاجة ايدك على طول في البوتاجاز علشان ما يوصلش لمرحلة صعبة وتفضلي تدوري ازاي هنضفه وازاي هعمل فيه. لا، خلي ايدك فيه على طول، وباذن الله مش هتتعبي خالص ولا هتغلبي في تنظيفه. زي ما احنا شايفين معايا سلكة ناعمة خالص، بتجيبيها ناعمة خالص وتبداي اللي انت تحطيها كده على السبونشة عشان برضو ما تجرحش ايدك ولا اي حاجه. وطبعا ما تخافيش، مش بتجرح البوتاجاز ولا اي حاجه، ان انا مش بتدوسي قوي كده على البوتاجاز وكده، لا بالراحه خالص. بس تبقى سريعه، ولو مش حابه تحطي السلكه الناعمه ممكن تعملي بالسبونشة بس، ما فيش اي مشكله خالص. وبعد ما دعكت البوتاجاز كده دعكه حلوه كده، هبدا ان انا اجيب فوطه. طبعا ما تحطيش ميه ولا تقلبي ميه على البوتاجاز عشان دوت بيأثر من عمر البوتاجاز، وكمان بيصدي معاكي ويبوظ معاكي على طول. من غير ميه خالص هتنضفي البوتاجاز وهيبقى معاكي ان شاء الله باذن الله زي الفل. شلت طبعا الصابون، وبعد كده بتبداي تبلي الفوطه وتمشي عليه تاني. وطبعا الازاز برضو بتغسليه وايدك فيه كده عشان يدنه نضيف معانا وما يكومش دهون. وبعد كده بمنديل كده وتبداي اللي انتي تمسحي البوتاجاز. مفيش اسرع ولا اسهل من كده. ويلا تشجعي بقى وقومي كده اعملي اللي وراكي، وربنا يعيننا جميعا ويدينا الصحة والعافية اللهم امين. طبعا الحوامل بغسلها بطريقة سهلة خالص. بنجيب اللي هو الفرشة بتاعة البوتاجازات، مش غالية خالص، تقريبا الطقم بيبقى 3 فرش مع بعض ب25 أو 30 جنيه، مش غالية خالص. وهبدأ اللي أنا أعيد على الحوامل كلها كده. طبعا ديت الطريقة ديت ما بتخليش أي دهون خالص تتكوم على الحوامل خالص ولا تتعبك بعد كده. وطبعا يعني اللي انا بعمله ده بعمله يوم ويوم لا، او كل يوم على حسب استعمالك طبعا في للبوتاجاز. ايه رأيكم؟ مفيش اسهل ولا اسرع من كده خالص. وبعد كده هبدأ اللي انا اغسل الحوامل، وهعملها كلها طبعا التلاتة بنفس الطريقة عشان ما اطولش عليكم الفيديو. وبعد كده هبدأ اللي انا اغسل العيون برضو بالسبونشة كده. لو في اي بقى حاجة سودة او حاجة لازقة على العيون برضو بالفرشة كده، وتبدأي برضو اللي انتي تشيليها كده. طبعا العين اللي في النص ديت اكتر عين بتغلبني بصراحة في الغسيل، يعني عشان فيها فتحات كتير وكده فبتبقى صعبة قوي في الغسيل. بس برضو بحاول ان انا اخليها نظيفة واحافظ عليها على قد ما اقدر. وطبعا خلي روتين ليكي يومي كده. تصحي من النوم واول حاجة وتتوضي وتصلي كده وتفرشي المصلية بتاعتك كده وتقعدي مع ربنا شوية وتقولي الورد بتاعك، تقرأي الورد يعني بتاعك وتقولي الأذكار. وبعد كده تبدأي تقومي بقى تعملي لك كوباية شاي وسندوتش خفيف كده. وبعد كده تبدأي تروقي الشقة بتاعتك.
تنضفيها الاول، لان الحاجه يعني الشقه ما بتاخدش طبعا مجهود معانا قوي زي المطبخ. وبعد كده تبداي اللي انت تدخلي المطبخ لو في مواعين او في كوبايات او حاجه من العشاء. طبعا ساعات بيحصل معانا مبنبقاش قادرين خلاص اخر اليوم اللي احنا نغسل مكان الولاد بالليل وكده، فبيبقى حاجات بسيطه تبداي اللي انت تغسليها، وتبداي بقى اللي انت تعملي الغدا او تفطري الولاد الاول. وطبعا هنا رصيت البوتاجاز زي ما احنا شايفين عشان ما اطولش معاكم الفيديو. هنكمل الكلام في الفيديو ان شاء الله، ونقول نصايح مع بعض، كل مرة هنقدم نصيحة بإذن الله. وهنا بقى البطاطا هنعملها مع بعض زي ما احنا شايفين كده، اي حاجة زواد على البطاطا مش حلوة نزلت بكل سهولة، لان احنا سيبناها فترة منقوعة فمش هتبقى صعبة معاكي خالص في الغسيل. وبعد كده هتجيبي سكينة وتبدأي تشيلي عليها منها اي زوايد مش عاجباكي خالص زي ما احنا شايفين مع بعض كده. ايه رأيكم؟ طبعا هعمل كل الكمية بالطريقة اللي احنا عملنا مع بعض دي بيها كده، علشان ما اطولش عليكم. ما بحبش ان انا اطول عليكم الفيديو خالص عشان ما تملوش كده وتزهقوا. وبعد ما خلصت الكمية كلها هبدأ ان انا اديها شطفة سريعة كمان كده، عشان نبقى ضامنين ايه الحاجة اللي احنا بنعملها اللي هي نظيفة كده، والولاد بياكلوا حاجة احنا مطمنين. بعد كده هجيب حلة واحطها على البوتاجاز كده زي ما احنا شايفين، وارصها فيها البطاطا، واحط عليها نص كوباية من السكر. ما تزوديش السكر، هي نص كوباية بس، بجد بتديها طعم جميل جدا، وبيبقى السكر في الاخر كده مكرمل. وبعد كده هحط كوباية من المية، تقريبا هحط كوبايتين مش كوباية واحدة. وبعد كده هنغطي طبعا عليها ونسيبها على نار هادية كده تستوي مع بعض مع نفسها كده. بجد مفيش اسرع ولا اسهل من كده. تعالوا بقى هنغسل بقى المواعين. هجيب كده اسبونشة لسه جديدة طبعا. الاسبونشات التانية غسلت بيها البوتاجاز، فما ينفعش اللي انا اغسل بيها بعد كده المواعين، فهبدأ اجيب واحدة نظيفة كده وهبدأ اللي انا اغسل بيها المواعين. طبعا بعد ديت هغسل بيها المواعين كلها، وبعد كده هخصصها للمواعين العادية. وطبعا الكوبايات الازاز او الاطباق الازاز بنخصص ليها اسبونشة لوحدها. الكوبايات كده زي ما احنا شايفين بكل سهولة. ربنا يعيننا جميعا اللهم امين. طبعا احنا وصلنا بقى لغاية ايه ما هنفطر الولاد وكده، وتبدأي تعملي الغدا الصبح بدري كده وما تناميش كتير يعني. شجعي نفسك واصحي بدري كده شوية، وخلصي كل اللي وراكي، وتقعدي بقى تقولي الولاد يعني فترة كده مع نفسك كده. وبعد كده تشوفي بقى مذاكرة الولاد وربنا ان شاء الله هيعينك. وما تهمليش خالص في حاجة تخص بيتك، علشان يبقى بيتك على طول نظيف. لو دخل ضيف عندك في اي وقت او حصل اي ظرف، يبقى الدنيا عندك جميلة ومرتبة كده ونظيفة. بجد امشي على الروتين دوت ان شاء الله باذن الله، ومفيش حاجه هتصعب عليكي. وخلصي اللي وراكي اول باول، وما تراكميش على نفسك خالص اي حاجه. ولو انت عايزه تنضفي المطبخ روتين عميق كده وتعملي روتين عميق، ما تعملهوش كل مره واحده خالص، لا اعملي كل يوم ضرفه كده، نزليها ونضفي المطبخ من جوه كده واغسليها غسله نظيفه. وبعد كده تبداي اللي انت آه ترصي المواعين تاني بجد. وكل يوم اعملي ضرفة كده وانت في المطبخ، بجد هيسهل عليكي. زي ما احنا شايفين غسلت الكوبايات، وبعد كده جبت الاطباق الازاز معايا. مين اللي زي بيعمل يحب ينظم كده المواعين وهو بيغسلها عشان ما تبقاش صعبة عليه؟ انا بحب اغسل الكوبايات الاول وبعد كده الاطباق الازاز، طبعا اللي احنا بنقدم فيها مع بعض الوصفات. وبعد كده آه ببدأ بقى اغسل لو عندي اطباق تانية كوبايات مواعين تانية، فبحب اللي انا ايه ارتبها حواليا كده. هنا خلصت الازاز، هجيب بقى اللانش بوكس بتاع الولاد والاطباق وهغسلها برضو بكل سهولة معانا كده. وربنا يعيننا جميعا اللهم امين، ويعيننا على تربية اولادنا تربية صالحة ان شاء الله اللهم امين يا رب العالمين. طبعا ما تقعديش تقولي يا رب المواعين تموت، انا زهقت من المواعين، لا، قول اللهم احفظها، اللهم أدمها علينا نعمة واحفظها من الزوال. لأن طول ما في بيتك مواعين، في بيتك خير، في بيتك أكل بتعملي للولاد، في ولادك فرحانين حواليك ومبسوطين، فالحمد لله. طبعا ديت الولاد مسؤولية علينا كبيرة عارفة، والحاجات ديت بتتعبنا، من غسيل المواعين لتنظيف لترويق لغسيل هدوم، لمذاكرة ولاد، لمتابعة الهوم وورك.
والدروس والكلام دوت. عارفة ان كل الحاجات دي صعبة علينا، بس هو ربنا اختصنا لكده. وطبعا بنعمل كل دوت. طول ما انت بتعملي كل ده بحب كده ورضا، ان شاء الله ربنا هيعينك، وهتلاقي كل حاجة سهلة وسريعة عليك ان شاء الله بإذن الله. ربنا يعينكم اللهم امين. ودايما ادعي لولادك ربنا يحفظهم وهم رايحين دروس، رايحين في اي مكان، قول اللهم احفظهم بحفظك الذي لا يغفل ولا ينام. وطبعا ادعي لهم بالصحة والعافية وراحة البال، وان هم ربنا يوفقهم كده وتشوفيهم افضل ما تتمني وزيادة، اللهم امين. وطبعا طول ما انت واقفة بتغسلي المواعين، بتعملي اي حاجة في بيتك كده، اذكري الله سبحانه وتعالى، وخلي لسانك عاطر كده ورطب كده بذكر الله سبحانه وتعالى. بجد هيفرق معاكي جدا في اليوم، وان شاء الله باذن الله ربنا يفديكي من اي مكروه، اللهم امين يا رب العالمين. هنا بقى البطاطا بوريها لكم بعد ما مر عليها شويه كده، ما شاء الله. شايفين السكر بقى بدأ يكرمل كده وبدأت تدخل في سوا. طبعا هغطي عليها واسيبها تكمل سواها. وهنا هغسل بقى المعالق. طبعا المواعين كانت كتيره شويه، ان انا كنت بمر بتعب شوية، فالحاجة اتكومت عليا، بس طبعا كنت برصها برضو واحاول انضف من حواليا. واول ما حسيت ان انا اقدر ان انا اقوم اغسل واشوف اللي ورايا، قمت وما بخلتش على ولادي ولا على بيتي باي حاجة خالص. وربنا يدينا الصحة والعافية ويشفي كل مريض، اللهم امين يا رب. هنا خلصت اسفة المعالق زي ما احنا شايفين مع بعض. وهبدأ اشطفها كده. اغسلي طبعا المعالق كده معلقة معلقة، ما تغسلهمش كلهم مرة واحدة مع بعض، علشان تبقى تفضل لمعة معاكي كده. هبدأ ان انا اشطفهم كلهم بقى كده، واحطهم برضو تتصفى. طبعا افرشي اي حاجة كده على الرخامة، او لو عندك صفاية اللي متاح عندك يعني، وصفي عليه المواعين. طبعا هنا هوريكم بقى بغسل الحلل الألمونيا ازاي. بجيب سلكة ناعمة وصابون يكون نظيف، نوع نظيف اهم حاجة، علشان يلمع معاكي المواعين وتفضل معاكي لمعة كده. وطبعا لو عندك الصابون البلدي اللي هو بتاع زمان اللي كانوا بيستخدموه، بجد جميل جدا وبيلمع المواعين وبيحافظ عليها وبيخليها على طول بتلمع كده وبتبرق معاكي. طبعا انا كمان بجيبه على فكرة وبستخدمه، بجد جميل جدا اللهم بارك. بس طبعا ما كانش عندي المرة دي، فبغسل بالصابون المتاح عندي عادي، وما شاء الله لمع معايا ان انا بغسل بسلكة ناعمة. الاسبونج مش بينظف المواعين ولا بيديله لمعة خالص، زي ما احنا شايفين مع بعض كده، ما شاء الله اللهم بارك. يعني شايفين اللمعة وشايفين ما شاء الله عاملة ازاي. وبعد كده بقى هجيب الحلل الباقية اللي عندي وبرضو هغسلها. طبعا بقى مش هطول عليكم الفيديو، هغسلها كده مع نفسي. وبعد كده هنا صفيت كل المواعين، حطيت صينية وحطيت مفرش كده اصفيه عليه المواعين. خلي بالك حط اي حاجة، علشان لو في مية نزلت على البيبان بتاعة المطبخ بتصديه طبعا وتبوظ المفصلات، فنحافظ على الحاجة اللي عندنا. وبعد كده هبدأ ان انا اغسل الرخامة. هرص طبعا المواعين اللي احنا شفناها مع بعض كده، احط كل حاجة في مكانها، واجيب شوية من البريل. وطبعا برضو عصرت ليمونة عليها، مش عارفة اتقطعت تقريبا او ما اتصورتش، مش فاكرة والله، يعني الفيديو ده معمول معايا بقاله اسبوعين تقريبا. بس كنت بنزل لكم الوصفات اللي موجودة الاول، وبعد كده قلت انزل لكم بقى الروتين كده تتشجعوا معايا. وقولوا لي اكمل في الروتينات عادي معاكم ولا اخليني في الوصفات بس. اللي انتوا عايزينه طبعا انا تحت امركم بيه. وهنا البطاطس زي ما احنا شايفين ما شاء الله، زي بعد ما خلصت ما شاء الله كريميه كده وعامله زي ما يكون مشويه، وكمان السكر كده مديها كرمله كده وحاجه، اللهم بارك. ايه رايكم؟ بجد طريقه جميله جدا جدا للبطاطا. كمان انا على ما خلصت المواعين وخلصت اللي ورايا كانت اتهرت معايا زي ما احنا شايفين كده. يعني انتي خليها كده ايه، مش مهريه قوي كده. وطبعا هنا عملنا مع بعض ايه، جبنا مشتريات الاسبوع. طبعا انتوا هتشوفوا معايا ايه اللي انا جايباه، بس انا عايزه اكلمك طبعا في موضوع الاسبوع. قبل ما تنزلي تجيبي، انا بحب اجيب حاجه بالاسبوع طبعا. قبل ما تنزلي كده اكتبي في ورقه ايه اللي ناقصك وكده، وهاتي على القد بالظبط. وبجد هيفرق معاكي جدا في مصروف البيت انك تنزلي وتجيبي كل حاجه مره واحده.
يعني انزلي كده وهاتي كل حاجتك مرة واحدة. انا هنا خلصت اللي ورايا ورحت جاية لابسة كده وخارجة جايبة كل اللي انا محتاجاه في البيت. طبعا جبت ليمون، جبت طماطم، جبت فلفل، جزر، بطاطس، اللي ناقص عندي جبته. طبعا هنا جبت بطاطا تاني 3 حبات بس من البطاطا عشان هنعملها مع بعض. تقريبا نزلت الوصفه ديت، عملتها ونزلتها بطاطا بالكريم كراميل. ارجعي للفيديو وشوفيه، بس بجد الطريقه جميله جدا والطعم اللهم بارك حكايه. وجايبين برضو ملوخيه. طبعا انا برتب انا هعمل ايه في الاسبوع. مثلا النهارده مثلا هعمل ملوخيه، بكره هعمل مثلا اكله كده بابا غنوج او مسقعه او مكرونه للولاد. طبعا انت رتبي وعلى قد مصروف بيتك وعلى قد الخير اللي معاكي هاتي وفرحي اولادك. طبعا هنا برضو جبت 3 حبات من الفلفل الالوان ونص كيلو تقريبا من الفلفل الاخضر. وجبت لهم، يعني انا بعمل رنج الفاكهة 100 جنيه بس في الاسبوع، علشان طبعا انتوا عارفين الدنيا الله المستعان، ربنا يعيننا جميعا على ما نحن فيه يا رب العالمين. وطبعا هنا الرمان، جبت رمان تقريبا وجوافة وبصل، زي ما احنا اتفقنا ان احنا بنرتب هنجيب ايه بالظبط وبتكتبي في ورقة، بجد بيفرق معاكي جدا جدا. وهنعمل ان شاء الله فيديوهات مفصلة عن ازاي ننظم مصروف الاسبوع باذن الله. طبعا هبدأ ان انا اشيل كل الخضار اللي انا جبته. وطبعا احنا كنا شايفين مع بعض جايبين ايه، فانا حبيت اكلمك في الفقرة ديت احنا بنعمل مع بعض ايه. جبت هنا برضو حاجة التلاجة، جبنة رومي، حلاوة، جبنة علبة جبنة يعني للتلاجة وكده، وبيض. طبعا بتجيبي على حسب برضو احتياجات بيتك وتبع حسب اولادك بيحبوا ايه. وجبت 2 كيلو من اللبن. وهبدأ برضو جبت الزيت. طبعا الخضار بعمل رينج من 250 ل300 في الاسبوع. وهنا جبت طبعا زبدة فرن، وجبت زيت الزيت، وجبت كيس من الجيلي. كان معايا اسفة الكريم كراميل، كان عندي كيس فجبت عليه كيس عشان اعمل بيه الوصفة. وجبت كمان اللي هي الغلة علشان اعمل بيها بليلة للولاد، اللي هو القمح، يعني الحبة الكاملة القمح اللي احنا عارفينه ده. هعمل بيها برضو معاكم وصفة جميلة جدا ان شاء الله هتنزل لكم لسه باذن الله. وجبت هنا برضو كده عشان احنا قاعدين كده في السهرة ندلع الولاد كده بعد ما يخلصوا مذاكرة كده ونكافئهم على تعبهم في المذاكرة. نجيب ايه بقى، شوية فشار كده. وجبت هنا مرقة دجاج، طبعا بستخدمها في الفشار او الملوخية بس مش بستخدمها كتير خالص. والمسحوق برضو بتاع الاسبوع جبت اسبونشة كده عشان برضو تبقى معايا كده واغسل بيها المواعين وقت ما انا عايزة تبقى تحت ايدي على طول. جبت طبعا كيس اوكسي كيلو، لان الغسالة بتاعتي فوق اوتوماتيك فبستخدم لها مسحوق عادي. طبعا دي نبذة بسيطة عن مشتريات الاسبوع وعن الروتينات، بس اتمنى الفيديو يكون عجبكم، واشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة، ومع السلامة يا اغلى اخوات.